ما ينفعش بقى العيد يخش علينا كده واحنا ما عملناش بقى سبليه كده وحاجات حلوه كده للعيال. تعالوا نفرحهم النهارده ونعمل لهم كده السبليه بالسمنه، كده حاجه سهله وجميله ومش هتاخد منك وقت خالص، مجرد ربع ساعه هتلاقيها تطلع بالشكل الحلو ده. بصوا قد ايه تسويته كده مظبوطه فوق وتحت، ومش هياخد منك ربع ساعه وهيطلع مظبوط. تعالوا كده نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اول حاجه كده يا بنات نزلت بكوبايه من السمنه. انا كنت حاطه كوبايه السمنه دي في التلاجة على الرف كده قبل ما اشتغل بساعتين، عشان كده تبقى جامده معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده هنزل بقى بنص كوبايه من السكر المطحون، هنخله كده بالشكل ده برضو زياده تاكيد، علشان لو في اي حاجات خشنه كده تطلع معايا. بعد كده بقى هضرب كده السمنه بالسكر بالشكل ده لحد كده ما تاخد اللون الفاتح معايا خالص. هضربهم بقى كده شويه حلوين كده السمنه والسكر مع بعض شويه. شايفين اهو لونها بيفتح كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هجيب بقى كده اسبونشة وهنزل بقى الحروف كلها كده وهضربه تاني برضو. هضرب السمنة بالسكر تاني علشان برضو لو في اي حاجة كده ما كانتش اتضربت من الحروف. بعد كده بقى هجيب بيضة احط عليها رشة من الفانيليا كده. البيضة دي برضو كنت مطلعاها قبلها بشوية من التلاجة، قبل ما تشتغلي فيها كده طلعيها قبلها بساعة كده ولا حاجة او ساعتين. بعد كده بقى هنزل كده بكوبايتين من الدقيق منخولين كويس، نفس الكوباية اللي احنا استخدمناها بتاعة السمنة هنستخدمها للدقيق. بعد كده بقى احط معلقة صغيرة من النشا، واحط كمان رشة من بيكنج باودر، بس الكاميرا هنا فصلت. حطيت كده ربع معلقة من البيكنج باودر، كانت اخر حاجة حطيتها. وبعد كده بقى كده هعجن بايدي بالشكل ده، مش هعجن، انا هلملم بس. شايفينها ادخل بس المكونات كده كلها مع بعضها كده بحيث تختلط مع بعضها كلها. بصوا بتبقى عجينة كده ناعمة وجميلة، وبصوا ما بتلزقش ولا اي حاجة. هجيب بقى كده اي صاج او اي صينيه المونيا هشتغل فيها، هكور كده كور صغننه خالص. عايزه اقولك بقى الخطوه دي عايزه صبر جامد، يعني لو اتسلي بقى طول ما انت قاعده كده اتسلي استغفري سبحي اذكري ربنا، هتلاقي الوقت ان شاء الله عدى معاكي وانجزتي وكل حاجه. هجيب بقى كل 3 كور كده هلزقهم في بعض بالشكل ده كده، وهسيب مسافه بين كل واحده وواحده علشان لما تنفش كده تلاقي مكان تستوي فيه. شايفينها اسيب مسافات كده عشان لما تخش الفرن بتطلع زي ما انتم شايفين كده. بس اهم حاجه تسيبيه يبرد خالص، ما تجيش جنبه طول ما هو لسه طالع من الفرن. سيبيه يبرد خالص، وبعد كده بقى ابتدي حركيه كده واحده واحده. شايفينها زي ما انا بعمل كده، حركيه كده من مكانه هيفك معاكي. وبصوا هيبقى سهل جدا. وبعد كده بقى شايفينه تقلبيه كده يهوي نفسه بس سنه صغننه. بعد كده تشتغلي فيه بقى. معايا هنا شوكولاته خام، حطيت كده حبه زيت، معلقه من الزيت كده، وجبت كمان صينيه كده فرشت عليها كيس تلاجة او مثلا استرتش اللي حباه يعني اللي متوفر عندك. وهنا بقى الشوكولاته سيحتها كده في الميكرويف، ولو ما عندكيش ميكرويف ممكن تسيحيها على حمام مائي كده على ميه سخنه كده تحطيها. وهجيب بقى واحده واحده كده اغطيها من فوق وتحت بالشكل ده كده بالشوكولاته، وهصفيها كده بشوكتين قصاد بعض بالشكل ده بحيث ان بقى اي شوكولاته زايده كده تنزل. وبعد كده اطلعها بقى على الكيس البلاستيك. شايفينها لحد بقى ما اخلص الكميه كلها. حابه تعمليه كله تمام، مش حابه تعمليه ممكن تحطيه مثلا نص ساده ونص شوكولاته، ممكن مثلا تحطي شوكولاته بيضاء اللي انت حباه بقى. بصوا يعني التزيين ده بتاعك انت. بصوا انا حطيت كده عليه حاجات ملونه اللي هي بتاعه البوتفور دي، مش عارفه اسمها بصراحه، بس لقيتها عند بتاع الخامات الحلويات عجبتني جدا. فقلت بقى ارش عليها كده رشه كده تدي الوان تبقى حلوه قوي. وجبت بقى الشياله قلت كده ارص فيها بقى السابليه كده عشان يبقى شكله حلو. طبعا بتشيلي الزيادات بتاعه الشوكولاته اللي في الجناب عشان بتبقى طبعا لازقه فيها. والكيس طبعا بيسهل لو انت هتاخدي الشوكولاته دي كمان تستعمليها بعد كده. وده كان شكله بقى حطيناه في الشياله كده وجهزناه عشان العيد. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب دايما متجمعين في صحة وسعادة وراحة بال يا رب العالمين كده، فرحانين بعيالكم بإذن الله، ويجعلوا عيد سعيد عليكم بإذن الله وعلى الأمة الإسلامية كلها بخير إن شاء الله. جبت بقى الشوكولاتات والبونبوني والحاجات دي قلت افضيها بالمرة. وده كان كده فيديو النهاردة بقى سهل وسريع. اعملوه بقى وفرحوا عيالكم، وكل سنة وانتم طيبون. واستنوني في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.